أخبار يوم الخميس مهمة وقصيرة. قال المتحدث الرسمي باسم الإمارة الإسلامية مولوي ذبيح الله مجاهد إنه تم حسب مرسوم صاحب السمو أمير المؤمنين تشكيل لجنات علماء في مقاطعات بغلان وفارياب وخوص. حسب تصريحات وزارة الزراعة تم التخلص من الأدوية القديمة وذات الجودة المنخفضة في مقاطعة أورزكان. شدد وزير شؤون اللاجئين الحاج خليل الرحمن حقاني في الاجتماع التنسيقي الاستراتيجي للدوائر المركزية والمحلية على ضرورة توزيع المساعدات بالتنسيق مع وزارة شؤون اللاجئين. تم بناء طريق خرساني بطول 340 مترا بتكلفة 4.5 ملايين أفغاني من قبل بلدية كابول في منطقة قرباغ، وتم افتتاحه بيد حاكم مقاطعة كابول الشيخ محمد قاسم خالد. حسب تصريحات وزارة الداخلية خضع حوالي 160 متطوعا لامتحان وظائف العقود الخاصة بإدارة الجوازات من خلال المنافسة المفتوحة. يريد بنك أفغانستان بيع 15 مليون دولار يوم السبت بالمزاد العلني. تستمر أعمال بناء الطريق السريع قندهار أورزغان السريع. تم تنفيذ الخطة التشغيلية للنظام الحضري في مناطق مختلفة من المنطقة الثالثة في العاصمة كابول. ألقت شرطة المنطقة الخامسة عشر القبض على لصين بسيارة مسروقة. تم بناء بئر ماء طاهر وقدم للاستخدام في المكتب المركزي للهلال الأحمر الأفغاني.